بتبدأ الحكاية في الغابة مع طفل صغير اسمه لوكا، واللي كان بيتدرب على استخدام السيف مع الأسد بتاعه الصغير اللي اسمه بيرسي. ولما بيخلص التدريب بيحاول لوكا إنه يريح شوية ويلعب مع بقى أصحابه طبيعي، بس بينادى عليه أبوه بيقول له فكك من الهبل اللي انت فيه ده وانجز علشان هنسافر لمملكة بعيدة. وفعلا بيجهز لوكا وبياخد معاه الأسد وبيطلع هو وأبوه على المملكة البعيدة دي، وطبعا بيكون الطريق منيل وكله وحوش والدنيا خطر، بس بيقدر أبوه إنه يتعامل مع الحاجات دي كلها وبيقتلهم واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيوصلوا أخيرا للمملكة اللي المفروض رايحين لها، بس هناك بقى قال لهم الحارس انتوا رايحين فين؟ هو أنا شفاف عشان أي حد يعدي كده وخلاص؟ فبيقول له انت متعرفش أنا مين ولا إيه؟ ده الملك نفسه هو اللي طالبني. فبيقول لهم لا، لو كان كده يبقى ماشي، وبيخلوهم يدخلوا. وجوه المملكة بنشوف الأمير هاري اللي ضارب شعر أخضر كده وعمال يلعب ويجري، والحراس كلهم خايفين عليه علشان الدنيا خربانة. ولما بيشوفوا لوكا عمال يجري كده ومش فارق معاه حاجة بيجري معاه هو كمان وبيتعرف عليه، وبيفضل كل واحد يحكي للتاني شوية عن نفسه لحد ما بيتحاصروا من الوحوش علشان تخطف الأمير. وطبعا مش بيعرف لوكا إنه يعمل أي حاجة، فبيجري لوكا لأبوه وبيقوله إنه لازم يلحق الأمير علشان يتاخد في الرجلين. فبيروح الحاج جري على مكان الوحوش وبيقدر يقتل الاتنين اللي خطفوا هاري وبيوقعهم على الأرض. بس قبل ما ياخد هاري ويرجع بيه بيوصل زعيم الوحوش وحاجة كده لو طلعت لك اعرف انك هتموت، وبيقدر انه يخطف هاري ولوكا وبيستخدم قوته الكبيرة علشان يحارب. ولما بيكون ابو لوكا بيطلع في الروح بيقول لابنه لوكا خلي بالك ان في حاجة عايشة ولازم تدور عليها لحد ما تلاقيها وتخلي بالك منها، وبس بقى بيتخطف. هاري ولوكا بيفضلوا شغالين خدم عند الزعيم وباقي الوحوش، وبيعدي 10 سنين وبيفضل الاتنين صحاب لحد ما واحد فيهم بيقول للتاني انهم زهقوا ولازم يهربوا من المكان ده. ووقتها بيسمعهم ساجين تاني وبيقول لهم ان الحل الوحيد للهروب من اوضة البراميل، وفعلا بيقتنع الاتنين بالكلام ده وبيروحوا بالليل للحيوانات الميتة، وده عشان الوحوش لما تشموهم تفكرهم ميتين. وبيقدروا فعلا انهم يهربوا من هناك في برميل لحد ما بتشوفهم الوحوش، ولما بيفتحوا البرميل بيفتكروا الاتنين ميتين فبيرموهم في البحر، وده بالظبط اللي كانوا عايزينه. وبيفضلوا يهاجروا بالبراميل لحد ما بيشوفهم وحش وكان نايم برا المكان، وبيطلع يجري وراهم في المية، بس حظهم بيكون حلو وبيعرفوا يخلعوا منه. وهنا بقى بيوصل باقي الوحوش علشان تحاصرهم وبيفضلوا يهجموا عليهم، لكن الاتنين بيقدروا يهربوا منهم لحد ما بينطوا من مكان عالي وبيقعوا على العربية بحصان ماشية، وبياخدهم صاحب العربية عنده البيت، وهناك بيعرفهم على نفسه وبيقول لهم ان اسمه دكتور نيجرو، وان كل مهمته انه يخلص علشان يعمل كده ومفيش حل غير انه يفتح بوابة علشان يعدي منها. فبيقول له هاري طب هسيبك انا بقى اما اشوف انت هتعمل الكلام ده ازاي، وهروح انا المملكة بتاعتي علشان اشوف حياتي هتمشي ازاي. ولما بيوصل هناك بيتعرف عليه واحد من الحراس وبيقول له ايه ده انت لسه شكلك عبيط زي ما انت كده ليه، وبياخده علشان يدخل المملكة بتاعته. ولما بيقول هاري لصاحبه تعالى معايا المملكة وهعيشك عيشة ملوكي بدل المرمطة دي، لوكا بيقول له لأ، أبويا كانت وصيته ليا إن أدور على أمي لحد ما ألاقيها وأنا مش هكسر كلمتي، وبيسيبه ويمشي. وبعدها بيروح لوكا علشان يدور على أي علامة عن والدته، لكنه لما بيوصل قريته بيشوف إن في أوضة أبوه ما دخلهاش قبل كده، وهناك بيفضل يدور على أي حاجة ممكن يستخدمها لحد ما بيشوف إن في يوميات أبوه كان كاتبها علشان ياخدها ويقراها بشغف، وبيكون مكتوب علشان يفتح البوابة اللي بتديله القوة دي محتاج دم حد من زينيسيا، علشان كده خطف أمه اللي اسمها مادا. وهنا بيقرر لوكا علشان يرجع أمه لازم يلاقي سيف معين علشان يستخدمه ويوصل بيه للبوابة اللي اتفتحت دي ويرجع أمه تاني. وأبوه بيكون كاتبله إنه بطل ويقدر يعمل أي حاجة، بس طبعا لوكا مش بيكون مصدق الكلام ده وفكره إنه ضعيف لحد ما بيسمع صوت جاي من بعيد. ولما بيروح يشوف ايه اللي بيحصل بيلاقي سانشو الطباخ اللي كان دايما مع أبوه، وبيفضل سانشو يعمل له أكل وبيقول له أنت كمان جواك دم زينسي وتقدر تشيل السيف زي مامك كانت شايلاه. وبيقول له كمان ان الحل الوحيد لقفل البوابة اللي خطفت امه دي ان ياخد السيف ويروح بنفسه علشان يقفل بيه البوابة ويهزم ليدجا. وبيكون السيف ده مع ملك اسمه بريك وعايش في مدينة جنبهم. فبينام لوكا وبيفضل طول الليل يحلم شوية ذكريات من ايام امه، وبعدها بيفتكر كلام ابوه لما قال له انت لازم ترجع امك تاني. وبيصحى تاني يوم علشان ياخد سيف ابوه، وبيقرر انه يبدأ الرحلة علشان يلاقي سيف الزنسي. وفي الطريق بيفضل يطلع عليه وحوش بس بيقدر يهزمهم لحد ما بيلاقي اسد ضخم وكان طالع من كهف في نص الطريق.
وبيقرر لوكا طبعا انه يهرب منه، بس بيلاقي الاسد مش عايز يهجم عليه علشان بيكتشف انه بيرسي صديق الطفولة، وبيفرح قوي انه لسه عايش وبيقرر انه ياخده معاه باقي الرحلة. وبيوصل الاتنين اخيرا للقرية اللي فيها السيف، بس بيشوف لوكا ان القرية كلها اتدمرت ومفيش مكان سليم فيها، فبيقرر انه ينزل علشان يسأل الناس ايه اللي حصل. فبيحكيله سكان القرية كلهم ان في وحش عملاق اسمه باين هو اللي عمل كده فيهم، وان ده وحش محدش يقدر عليه. ووقتها بيروح لوكا للملك وبيقوله مين اللي عمل فيكوا كده، وانه عايز السيف علشان يرجع امه. فبيقوله الملك ان السيف مع الوحش ولو عايزه يروح يحاربه بنفسه. وطبعا بيروح لوكا وبيقول هو ده اللي محدش مالي عينه، بس بيلاقي فعلا انه وحش قوي ومش بيقدر عليه لوكا، وبيقع مجروح على الارض. ولما الكل بيفتكروا انه ماتوا بيكتشف ان في واحده صاحبته اسمها بيانكا كانت تعرفه من زمان، اخدته عندها وعلقته لحد ما بيقدر ياخد السيف وبيهرب على ظهر بيرسي. بس برضه بيفضل الوحش وراهم ومش عايز يسيبهم لحد ما يقول لوكا انه عنده فكره، وهي انه يضرب الوحش ده في عينه التالتة. وفعلا بيعمل كده علشان يوقع الوحش على الارض. وبيروح له بعدها لوكا وبيقول له انا اقدر اقتلك دلوقتي، بس عندك حل تاني، انك تبقى الخادم بتاعي وتطيع اوامري علشان يوافق الوحش على كده. وبيرجع بلوكا البلد علشان كل اهل القرية تستقبله كأنه حرر القدس. وبعدها اخده وراح للملك. وبعدها بيروح لوكا علشان ينام، بس بيلاقي واحدة عجوزة واقفة وبتقول له انت شكلك كده مش عارف انت عايز تتجوز مين، وبتسيب له دواء يشربه وبتقول له ان ده هيعرفك انت عايز مين بالظبط. ولما بينام لوكا بيحلم ببيانكا، وبكده بيعرف انه بيحبها، وبينزل عشان يقول لها انه مش عايز حد غيرها وانهم لازم يتجوزوا. ولما بيروح بعدها للملك علشان يقول له انه مش بيحب بنته ومش هينفع يتجوزها، بيقول له الملك لا انت كده تمام قوي عليك هنا، وبيطرده من المكان وبيديله السيف بتاعه، وبيقول له لما تقابل محارب زين سيري حقيقي اديله السيف ده علشان انت مش المحارب ده. وفعلا بيروح لوكا علشان يعيش مع بيانكا في مكان بعيد عن كل الدوشة دي. وبتعدي السنين وبيخلفوا وبيسموه إلياس، والدنيا بتمشي معاهم زي الفل. بس في يوم لما بيقرب إلياس من السيف بيتهز، فبيرجعوا بقى يحاربوا الوحوش وكده بدل القعدة اللي جننتهم دي. وبعدها بياخد لوكا مراته وابنه وبيقرر انه يروح يحارب الوحوش. وبيفضل ماشي في الطريق لحد ما بيطلع عليهم الوحوش، وبيكون معاهم ليديجا اللي بيقدر يهزم لوكا بسهولة ويحوله كمان لصخرة وبياخده. وبيقدر إلياس انه يهرب من عندهم مع سانشو وبيرسي. اما لوكا فبيقول لبيانكا انت روحي كمليها واعرفي منها اللعنة اللي المفروض اقول لها علشان افتح البوابة للابد. وده طبعا علشان هما الاتنين من نفس القبيلة وبيقدروا انهم يتواصلوا عن طريق المخ حتى لو مفيش حد منهم اتكلم. وبتقف بيانكا قدامها علشان تقول لها انها مرات ابنها لوكا وعايزة تعرف التعويذة وان محدش هيقدر يقف قدامها، فبتقتنع بيانكا بالكلام وبتقرر انها تروح علشان تهاجم، بس مش بتقدر عليه وبيضربها وبيحولها لصخرة هي كمان. وبتفضل الدنيا ماشية كده. وبعدها بشوية بيلاقي الياس عصاية أمه السحرية وبيفضل يستخدمها لحد ما الوحوش بيعرفوا إنه من عيلة سحرية. وبعدها بيروح لأبوه بالعصاية دي وبيقدر إن يرجعه بني آدم تاني. ولما بيظهر وحش عايز يقتل إلياس بيرميله لوكا وبينزل بيه على الوحش علشان يقتله من ضربة واحدة. وبيعرف وقتها لو كان ابنه ده هو المحارب القوي اللي يقدر على ليدجا وباقي الوحوش. وبياخده يروح للمكان اللي فيه ليدجا، بس بيلاقي ان فيه ديناصورات كتير وان الدنيا كده شكلها لبش. فبيقول له احنا لازم نشغل دماغنا كده ونروح نجيب ديناصور علشان يساعدنا بدل البهدلة دي. وبيروح للدكتور اللي كان انقذه زمان هو وصاحبه، وبيقول له لوكا انا عارف ان ممكن الواحد يتحول لديناصور بس مش عارف ازاي وعايز مساعدته. فبيفضل الدكتور متوتر كده وبيقول له هو لازم يعني قصة الديناصور دي انا مش عارف اقول لك ازاي، لان عشان تتحول لديناصور لازم يكون معاك جوهرة، وانا بقى ضيعت الجوهرة دي من فترة كده ومش لاقيها. بس بيقول لوكا خلاص سهلة، مش انت عايز الجوهرة دي علشان تساعدني؟ طب انا بقى معايا حتة من الجوهرة وشكلها كده بتاعتك اللي ضاعت زمان. ولما بيبص على الدكتور بيقول له فعلا، وبيعرفه على مكان الجنيات وبيقول له ان الجنيات دي هي اللي هتقدر تساعدك لو رحت لها. وفي الوقت ده بيسافر لمكان الجنيات وبيقابل واحدة منهم علشان يقول لها انا دلوقتي معايا حتة الجوهرة دي وعايز باقي الجوهرة. وقتها بترجعه الجنية بالزمن لحد الوقت اللي كان بيلعب فيه قدام البيت في اول الفيلم، وبياخد من هناك جوهرة ديناصور علشان يرجع تاني للزمن الحالي. وبيقول للجنية يلا بقى هاتلي ديناصور بسرعة علشان الحق انقذ امي. وفعلا بياخد ديناصور وبيطلع بيه على مكان ليديجا علشان يحرر مراته بينكا الاول. وبعد كده بيروح علشان يشوف امه. وقتها بتقول امه لبينكا يهربوا بسرعة قبل ما المكان ده يتدمر.
وده عشان الوحش اللي هنا أقوى بكتير ومحدش منكم هيقدر عليه. وفعلا بيبدأ الهجوم عليهم ومبيعرفوش يعملوا حاجة لحد ما بيقع بيهم الديناصور، وبيجري لوكا على أمه واللي بتكون خلاص بتطلع في الروح، وبيفضل واقف ومش عارف يعمل ايه مع كل الوحوش دي. ووقتها بتدخل عليهم مركب عملاقة بتاعة الأمير هاري اللي وصل علشان يساعدهم وينقذهم، وبيسيب لوكا وابنه علشان يحاربوا هما الرجالة لوحدهم، بس محدش منهم بيقدر يقتل الوحش اللي قدامه. وعلى الرغم ان لوكا اخيرا كان ممكن يسيطر على الكوكب كله، بس وقتها بياخد البتاعة دي وبيرميها في الفتحة، وده علشان البوابة تقفل من جديد. ولما بيفكر لوكا ان كده خلاص هينتصروا بيحصل حاجة مش متوقعة، وبيقف الزمن بكل اللي فيه الا لوكا اللي بيفضل ماشي ومش فاهم اي حاجة بتحصل، لحد ما بيوصل واحد وبيقول له انت فاكر انك بطل بقى وكده، بس في الحقيقة كل ده جرافيكس ومفيش اي حاجة منه حقيقية، وكل ده حصل بسبب فيروس وانت في الحقيقة في اللعبة. وفعلا بنشوف ان كل دي لعبة والخلل اللي حصل فيها ده هو اللي خلى الزمن يقف. بس بيرفض لوكا يصدق الكلام ده وبيقول له حتى لو دي لعبة انا مش هتخلى عن الناس اللي ساعدتني، وبيرجع اللعبة علشان يفضل يحارب الفيروس. وبيجي معاه الامير هاري علشان يحارب هو كمان لحد ما الاتنين بيقدروا يقضوا على الفيروس، وبعدها بيرجع كل حاجة زي ما كانت، وبيلاقي الامير هاري بيحتفل معاه. وبعد ما بيقول لهم ان هم قتلوا الليجا اخيرا وبيفرح لوكا بالنصر، وبياخد معاه مراته وابنه وبيرجع بيهم قريته.